السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يرفض التعاطف مع الإسماعيلي ويقربه أكثر من الهبوط بالفوز بهدف نظيف ويبتعد بالصدارة عن بيراميدز بفارق 5 نقاط. مروان عطية يواصل التألق ويحصد جائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي بعد الأداء الرجولي في المباراة. الجهاز الفني يعنف محمد عبد المنعم بعد مباراة الإسماعيلي بسبب الثقة الزائدة التي كانت أن تكلف الفريق الكثير في المباراة. طبيب الأهلي يخضع خالد عبد الفتاح لفحوصات طبية صباح اليوم من أجل تحديد طبيعة الإصابة بشكل دقيق ومعرفة مدة غيابه عن الفريق. مارسيل كولر: مباراة الإسماعيلي كانت صعبة وهو ما توقعته قبل المواجهة. الشوط الأول من المباراة كان هناك صعوبات كبيرة، كما أننا صعبنا الأمور على أنفسنا بسبب عدم التحرر أو خلق فرص كثيرة. بين الشوطين طلبت من اللاعبين تغيير الريتم وأزعجنا المنافس، وكان هناك محاولات وأحرزنا هدف. بعد ذلك أصبنا بحالة من التسرع في إنهاء الهجمات وإهدار الفرص، وهي المشكلة التي تواجهنا كثيرا في الفترة الأخيرة. كهربا يطلب من الفيفا مهلة جديدة من شهر إلى شهرين لسداد الغرامة للزمالك حتى لا يصبح اللاعب مهدد بالإيقاف في أي لحظة. الأهلي يعلن تنازله عن برونو سافيو البلوفار البوليفي مقابل التنازل عن قيمة القسط الأخير والمقدر ب700 ألف دولار. العروض تنهال على حمزة علاء حارس الأهلي الشاب والمنتخب الأولمبي بعد أدائه المميز في أفريقيا تحت 23 عام. الجهاز الفني يهنئ حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ومحمد مغربي بعد تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس، ويشيد بأدائهم في البطولة الأفريقية. حمزة علاء حارس الأهلي يقترب من حصد جائزة أفضل حارس في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما بعد الحفاظ على نظافة شباكه طوال مباريات البطولة. اتحاد الكرة يقرر تأجيل إعلان عن عقوبة إيقاف دونجا بشكل رسمي لبعد مباراة القمة. الكابتن محمود الخطيب يحصل على أجازة لقضاء بعض الوقت مع العائلة في إحدى الدول الخارجية، ويتابع أمور النادي وملف الصفقات هاتفيا مع أمير توفيق وسيد عبد الحفيظ. إدارة النصر جددت رغبتها في التعاقد مع محمد الشناوي الحارس الدولي المصري، أبدت ترحابه وطلب الشناوي من إدارة النصر بحسم الأمر مع الأهلي. الأنباء حول تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري تريح الجهاز الفني بقيادة كولر بسبب الموعد المحدد مسبقا والذي كان سيؤثر على فترة الإعداد للموسم الجديد. حمدي فتحي يجتاز الكشف الطبي في الوكر القطري والنادي يقرر إقامة مؤتمر صحفي لتقديمه للإعلام. حمدي فتحي في رسالة وداع للأهلاوية بعد انتقاله للوكر القطري: شكرا للنادي الأهلي، شكرا للإدارة، شكرا لجمهور الأهلي العظيم. فخور بأنني كنت جزء صغير من هذا الكيان الكبير والعظيم. شكرا على حبكم ودعمكم الذي لا ينتهي. ربنا وحده يعلم أني كنت بموت نفسي من أجل الكيان والجمهور الكبير، وأتمنى لكم التوفيق دائما، وأشكر جميع الأجهزة الفنية واللاعبين المحترمين الذين أعتبرهم أكتر من إخواتي. بحبكم جدا وأتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم، وتسعدوا الجماهير مثل ما اعتدنا ولنا عودة. رئيس الوكر القطري نشكر إدارة الأهلي ومحمود الخطيب على إتمام صفقة حمدي فتحي. اللاعب وقع لنا 4 سنوات وننتظر منه الكثير. الخطيب عرض علينا لعب مباراتين ذهابا وإيابا في الدوحة والقاهرة، وشرف لنا أن نلعب وديا مع نادي القرن في أفريقيا. تريزيجيه يهنئ لاعب المنتخب الأولمبي بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024، ويتمنى أن يكتمل النجاحات بتحقيق بطولة الأفريقية على حساب المغرب. رئيس الفيفا يهنئ مصر والمغرب بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024. بيراميدز يغري محمد صبحي حارس الزمالك ماليا ويستغل اقتراب نهاية عقده ويقنعه بالتواجد مع الفريق. عبد الواحد السيد ينفي فسخ الزمالك عقده مع سامسون ويؤكد أن اللاعب مستمر لنهاية الموسم. وكأنه ساهم في التتويج بكأس العالم، ميدو يطالب الزمالك بصناعة تمثال لشيكابالا في الزمالك تقديرا لما حققه مع الفريق الأبيض. الزمالك يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه بسبب غيابهم عن المشاركة في التدريبات رغم عقودهم السارية لنهاية الموسم.